دابا الغباء، دابا انت كنتي لاعب في بلادك مزيان، لعبتي في بلادك، بديتي دير هذيك العنطاريه القديمه، داك الشيء ديال ابو لهب، شفتي داك ديال قريش وداك الشيء، ودرتي داك الشيء ديال ابو لهب وداك الشيء، وحيدتي التونيات وداك، راك غادي تلعب الروتور عندنا في بركان، وغنلعبوا بالخريطه ديالنا في تيران. اش غدير؟ غتنسحب؟ اش غدير؟ يا المكلخ اش غدير؟ دابا غير السؤال اسيدي، حنا نمشيو معاك اسيدي نمشيو معاك في اي حاجه كاع بغيت اسيدي، درتي العنطاريه ودرتي داك الشيء ديال الافلام والمسلسلات وبغيتي تغمق على الشعب ديالك مسكين، الله يشافيهم معاك والله يصبرهم معاك، ولكن الروتور غتلعبوا عندنا. دابا انت رفدتي تلعب معنا بالخريطه، وحنا غنلعبوا الروتور عندنا في بركان، غنلعبوا توني ديالنا، ما حتى واحد ما يحيدوا لينا. اش غدير؟ رجعنا معكم مستمعينا الكرام دائما في راديو مارس. الصحفي الشهير، الصحفي الكبير، الصحفي المعروف بالكالة، حفيظ طعرجي، كيدير الخبر الرسمي ديالو، قال لك اسيدي حفيظ الكالة طعرجي، قرر الكاف باعتبار اتحاد العاصمة منهزما، جاب الخبر برافو عليه كاين في لقاء الذهاب من نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وبرمجة لقاء العودة الأحد المقبل كان منتظرا، لذلك سيتصرف اتحاد العاصمة بحكمة وينتقل إلى المغرب حتى لا يعاقب بنص المادة السابعة التي تحرمه من المشاركة في المسابقات القارية بسبب الغياب. وأثناء الاجتماع التقني سيجدد التزامه بموقفه الذي اتخذه في الجزائر بعدم قبول خلط الرياضة بالسياسة، على أن يرفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي اللي بت في مهزلة كروية بكل معايا. والله الا وجه وسط النضال هذا. لا قال لك غادي يتصرف بحكمه. غادي يتصرف بحكمه. لا خلينا نلعبوا بتوني ديالنا وسير للطاس. تصور دابا كيقول غادي تصفر، دابا ما تصرفوش بحكمه. دابا غادي يمشيو للبركان باش يتصرفوا بحكمه. دابا غيجيو لعندنا ولكن غادي يتصرفوا بحكمه وغيدخلوا يلعبوا معنا التوني. دابا هذه هي الحكمه. هذه الحكمه. هو حفيظ طعرجي الملقب بملكله، انسان ما نديوش عليه لانه كيكثر من الممنوعات. انها المخدرات. تصور واحد شوف الكلمه ديالو فيها تناقضات. قال لك سنتصرف بحكمه. دابا عاد بغى يتصرف بحكمه. وفاش كان في بلاده ما كانش الحكمه، تصرف بالعنطريه. وملي انت في بلادك بغيتي دير فيها بطل وتصرف بحكمه، هي الامي. والحكمه راه هي البطل. لا الحكمه هي الاميه عنده. لا الحكمه لا، كون بغى يتصرف بالحكمه عنده. ودابا وشوف اش قال لك، غادي يتصرفوا الفريق غادي يتصرف بحكمه. تناقض. المهم اللي كاين هو الامور بدات كتوضح، وتا بالنسبه لي هذه المقابله هذه انا كنعاود نرجع. تسنى نكمل لك حاجه. طعرجي اش قال؟ طعرجي ضرب شي كلام مزيانه، هو يقول لك اسمعني الله نغام. دابا كان منغم، طلعت ليه البربوقه مزيان. قال لك التسامح والتواطؤ والانحياز المفضوح. ما فهمتش هذا التسامح مع التواطؤ مع الانحياز، ثلاثه ديال الحوايج، الشكلي في العكلي في ما عرفت شنو هو المفضوع. دابا التسامح يكون عنده الحق عادي. كاين يكون عنده الحق في ثلاثه ديال الكلمات الا ما تخداش قرار اللي خاصو يتخذا في حق الاتحاد الجزائري وفي حق اتحاد العاصمه. راه يمكنك يهضر بصح. لا اسمع شنو جاي من انت اش كدير القر. سير قال لك التسامح والتواطؤ والانحياز المفضوح تكون له تداعيات كبيره على اللعبه في افريقيا، تقتضي اسمع دابا هذا التسامح والتواطؤ والانحياز عنده تداعيات كبيره على اللعبه في افريقيا. دابا هذا الشيء ما خصوش يكون، اذا ما خصوش يكون ياك. تقتضي من الجزائر الدوله، هو ولا كيقول لهم العمل مع الافارقه والفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه على اصلاح البيت الكروي الافريقي. الله ترى النيفو طالع حتى تعود الثقه والمصداقيه والشفافيه للعبه. هو يسب في الناس وباغي باش هو السبان والمعيون. لا تا هو عنده الكاليتي.
دابا شوف واجب التسامح، التواطؤ. انا والله سمعت الكلمه الاولى يمكن قلت غادي غادي ملي سمعت التسامح غادي يقول بان هذه الرياضه وهذا سميتو حنا نساو هذا المشكل وندخلوا في اطار ديال، ولكن ملي كيولي شوف فين غادي قال لك ولدى الكثير من الاتحادات الافريقيه ياك التي بدات تشعر بالاستياء من الوضع المقرف. الصحه عادي كاينه بصح هذه اللي عندك الصح عادي. انا متفق معاه. علاش انا متفق معاه؟ لان ما تا شي دوله ما حبست الفار الا هذه الدوله هذه كاينه. انا تا شي دوله ما حبست الفرقه على التوني تا هذه الدوله. واش الفار تا شي واحد لا انا متفق معاه. لكن لا وقفتي هذا لا استياء كاين استياء ديال الاتحادات الافريقيه بزاف طالع عليهم ماشي الدم بزاف. لا كاينه. لا هذه ما كذبش فيها، هذه ما كذبش فيها. لا كاين بزاف استاءوا من الشان والكيران اللي كانوا عنده الحق. ملفاي ما كانش فيها شويه استاءوا من النظام العسكري والمخابرات اللي لاصقين الوفود الاعلاميه والوفود ديال الاتحادات الافريقيه اللي كانوا في الشان. عنده الحق بان الاتحادات الافريقيه كانوا مستعين وحتى السابق. اللي كيوضح هذا الشيء هو القرار خرج بالاجماع القرار اجماعا انه كاين استياء. الاشاره اللجنه ما فيهاش حتى مغربي. لا كاين استياء كاين شويه الاستياء والخير فيما اختار والله اش غادي دير. عنده الكاليتي اللي باش تكون بهذا النيفو هذا وزعما داكشي اللي كديرو انت كتقولوا لواحد اخر وكتعطي المبررات وكتيق راسك. اذا عندك الكاليتي كبيره. الكاله اللي كيدير نوع شباب من هولندا. لا النوع والله لا شوف والله الا كنهضر معكم من نيتي زعما عنده الكاليتي. حيت هاد الناس هادو ما يمكنش يكونوا عندهم زعما الحاجه امبوسيبل تكون بحال هكا. كنظن مع دابا كاين الفراغ. بلاد الرئيس ديالهم خايب الكنيه كيهضر انهم باغيين يزرعوا الحليب الغبره ديال الحليب. يزرعوا الحليب. دابا هذا الرئيس يمكن هذو التجارب الاولى ديال ديك الغبره الحليب اللي مزروعه هي اللي دارت لنا هذه المشاكل. والله الغبره عندهم قاصحه. التجارب الاولى هي اللي خرجت لنا. تيلمو عندهم الفراغ وتيلمو الناس باش يشريو العدس ولا باش يشريو الحماص ولا باش ياكلوا بنانه ولا باش يشربوا الماء ولا باش ياخذوا الحليب. تيلمو الناس متوطره ومساكن وعايشين واحد الفقر صعيب وحنا نضامنوا معاهم لانهم مساكن كيعيشوا وضع صعب. تيلمو الشعب عنده الفلوس بلاد عندها الفلوس ولكن مجوع عندها الغاز ولكن مجوعين الشعب ديالهم. تيلمو عندهم هذا الشيء كيدوروا كيشوفوا المغرب ها هو منظم كاس العالم للانديه كوب دي موند دي كلوب خدات احسن جائزه ديال التنظيم. ها المغرب غينظم كوب دي موند غينظم كوب دو مون. المغرب غينظم نظم كاب 22 بعدا اكبر تظاهره ديال المناخ في العالم اللي كتنظمها غير دوله ودوله هي دوله. لا بغيت نقول لكم غينظم كاس افريقيا اللي كانوا باغيين يدخلوا يدوا علينا. كانوا باغيين يدخلوا يدوا علينا وما يمشيو عندهم اللجنه ما حل الباب هذاك. حل الباب ويقول هادشي سد عليا جاد الريحه هذه. بغاو يدخلوا معانا قال لك اسيدي حنا تصيبنا التير ودخل خرج عينيك وبين لينا وداك الشيء وهذا ويلا بين لينا. لا 25 لا 27 وشوف 29 لما دينا حتى هي نديروا بها شي كوب دافريك صغيره بيد ما نوجدوا الكوب دي مون ياك. يدوروا كيلقاو المغرب نظم كوب دافريك ديال الدريات. ماتشات العيان كيدخل لي 50,000. عاوتاني غنظموا كوب دي مون كوب دافريك الدريات. عاوتاني نظمنا كوب دافريك ديال الميني فوت. عاوتاني نظمنا كوب دافريك. عاوتاني كنظموا الجوائز ديال ليله الجوائز كافور. عاوتاني نظموا تيلمو دق باق في 10 سنين داكشي اللي نظمات لاكاف في المغرب ما تنظمش في افريقيا كلها. كيقولوا ودابا حنا فاش كنبغيو نلعبوا مع اي منتخب افريقي كيدينا للمغرب
لعبوا مع بوركينا فاسو في المغرب، مع النيجر في المغرب، مع المغرب هادشي اللي ما عرفتش السي حافظ اللي كيهضر معاك دابا كيقول لك استياء تعرجي ولا كيفاش كتسمي مول الكاله اللي قال لك استياء ديال الاتحادات الافريقيه بيسموا مسميات. انا ما حافظش السميات، ما كنحفظش السميات. الله يرحم خليك انت تحفظ السميات باش دابا هذا الاستياء اللي كاين عند الاتحادات الافريقيه. لا انا عارف السي حافظ بان غير الفكره سي محمد، انا داخل في اطار الفكره ديالي. واش عارف هذا السي حافظ بان اكثر من 34 دوله او اكثر من 43 دوله دايره الطلب باش تلعب عندنا في وكاين المغرب. اتفاقيه شراكه. والله اعلم كنظن زعما وانا في جميع زعما في كامل قوايا العقليه، حيت هما عندهم الصنف انها المخدرات غير هي النيفو ديالهم طالع، والله الا عندهم لا كاليتي وحق الله. زعما عندهم عرفتي هذاك الواحد فاش كيوصل لهذاك اكسير الحياه، هو عندهم المغرب هو اكسير الحياه.